للناس اللي عايزين يقعدوا في البيت عشان ما نحسش بملل في العيد، اعتبار ان احنا مش عايزين نخرج يعني عشان العيد بيبقى زحمه. كل سنه وكلكم طيبين. نشوف قرايبنا اللي بقالنا كتير ما شفناهمش، زيني البيت، ما تخليهوش زي الايام العاديه. حاولي تعملي حاجه مميزه احتفالا بالعيد. هنبدا بقى نتفنن حاجات بقى ناكلها فكيك بقى، اكلات مخصوصه بتاعت العيد، واعملي الحاجات دي كده بمزاج ورواق. ممكن نعمل شوي على الروف. مسلسلاتك بقى الجميله، بشرط ان المسلسلات دي ما تكونش من اول اليوم لاخره، يعني حلقتين 3 مع بوب كورن، فيلم جديد. ترتبي هدومك، ترتبيهم على بعض، يعني تعملي بلوجر، تقيسي بقى في المرايه وكده وتعملي ترتيبات للاوتفيتس. وممكن نرتب الاكسسوارز بتاعتنا، وممكن نشتري روايه ريفيوز حلوه وتقريها في فتره العيد. وعناية بقى، عناية كاملة كده بالبشرة وبالشعر، ولاقي نفسك شاور طويل، تعملي باث، نعمل ليست كده في الأغاني، نجمع في بيت حد من أصحابنا ونرقص بقى ونزقطط ونعيش، أو تتكلمي مع قرايبك البعاد عنك فيديو كول وصلة الرحم ونطمن على أخبارهم. حاجة بتخلينا نتبسط بالعيد. تلعبي مع أهلك كوتشينة، شطرنج، تجربي تسريحات في شعرك، ممكن تجربي ميك اب. بستغرب انه في ناس بيحسوا بملل. ممكن تعملي لنفسك بروجرام يخليكي مبسوطه حتى لو انت قعدتي 100 سنه في البيت. اهم حاجه الفايبس اللي جواكي هي اللي هتعكس على بره وتخليكي تتبسطي بالعيد. ماشي؟